اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وعلى اصحابه اجمعين. النهارده جايه لكم بقى كده بيوم جديد وفيديو جديد. فيديو النهارده كده بصوا حاجه فاخر كده من الاخر. فيديو النهارده كده كله في حله واحده. بصوا وال بصوا والطريقه والشكل والريحه وكل حاجه كده طبعا خيال. يلا بقى ما تنسوش بالله عليكم لايك واشتراك وتعليق كده حلو منكم، وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد، وكل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. بصراحة فيديو النهاردة كده جميل جدا. النهاردة كده هنعمل مع بعض زي ما انتوا شايفين، هنعمل كده الفرخة دي والمحشي في حلة واحدة. بصوا الطريقة بصراحة خيال. مش هطول عليكم. طبعا الفرخة بتاعتنا جايبينها وغسلينها ونقعينها جامد جدا يعني، وبمحلول الماء النقع اللي هو خل وملح وليمون. ومعانا ورق الخاص بالشكل ده كده اهو. ومعانا تسبيكة المحشي زي ما انتوا شايفين كده. ومعانا طبعا هنحط في قاع الصينية، طبعا هنقطع بصلة بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. معانا طبعا بصل، ومعانا كده طماطم، ومعانا كده ليمون. هنقطع بقى في قاع الحلة دي البصل كده زي ما انتوا شايفين، والطماطم برضو كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. كل حاجة لغاية الوقت كده سهلة معانا كده سهلة اهو. وهنقطع الليمونة برضو بالشكل ده كده، طبعا المتوفر عندكم واللي انتوا بتحبوا تعملوه طبعا. بس انا عملت كده، انا بعمل في المحشي بتاعي كده. بقطع طبعا طماطم وبصل وطبعا ليمون، طبعا اللي بيحب حاجة طبعا يحطها. بس انا بديكوا الفكرة عشان بقى لو جاي لكم ضيوف ومستعجلين، الطريقة دي بصراحة جميلة جدا وسهلة. ومعانا طبعا ورق الخاص بالشكل ده كده اهو هنحشيه عشان ما اطولش عليكم. ورق الخاص طبعا بيبقى سهل جدا كده وطعمه جميل. طبعا انا هعمل الاتنين، هعمل ورق كرنب وهعمل برضو ورق اللي هو الخاص ده، عشان طبعا في ولادي طبعا ما بيحبوش الكرنب، فانا هعمل لهم ورق الخاص كده. فيديو النهاردة بصراحة والله جميل جدا، وكله في حلة واحدة. مش بتستهلكي طبعا مواعين كتير ولا اي حاجة، والطريقة جميلة جدا. طبعا انا عشان ما اطولش عليكم كلكم عارفين اللي هي التسبيكة بتاعة المحشي اللي كلكم بتعملوها. واللي مش عارف شوفوا بتتابعوني من انهي بلد، واللي عايز الطريقة يكتب لي في التعليقات وانا هقول لكم انا عملت تسبيكة المحشي ازاي. طبعا تسبيكة خطيرة جدا وجميلة وسهلة، وما بتاخدش معانا وقت خالص. وكده بحشي معاكم اهو. اهو شايفين صباع المحشي عامل ازاي، ما شاء الله وهم. وطبعا دي الفرخة بقى، هنعمل الفرخة بتاعتنا. معانا كده صينية حطيناها على النار ونزلنا فيها بقى الزيت. وطبعا الفرخة بتاعتنا احنا غاسلينها جدا ومتبلينها اهو. طبعا واللي عايز برضو تتبيلة الفراخ يكتب لي في التعليقات وانا هقول له على تتبيلة الفراخ دي اهو. ما شاء الله كده سيبناها في الزيت لما خدت الشكل الجميل بالشكل ده كده اهو. شايفين شكل الفرخة ما شاء الله، الشكل بصوا ذهبي كده، حاجة ما اقولكوش كده، حاجة عظمة. بصوا وريحة الفرخة بصوا يعني ما اقولكوش تحفة. وادي كده اهو المحشي بتاعنا. طبعا انا كنت عملت معاكم اهو ورق الخس، وده الكرنب بتاعنا رصناه كده بالشكل ده كده اهو. وده الفرخة بتاعتنا بعد ما حمرناها. شايفين الجمال بصوا حاجة عظمة. طبعا احنا رصينا في اول الحلة كده محشي الكرنب بالشكل ده كده اهو. انا طبعا كنت قايله لكم ان انا هعمل برضو ورق كرنب، بس ما حبيتش اطول عليكم. طبعا ده ورق الكرنب وده ورق الخس بالشكل ده كده اهو. حلو الكلام لغاية كده ما شاء الله. شايفين هنحشي طبعا الفرخة بتاعتنا برضو بالمحشي كده اهو. اهو ما شاء الله. شايفين الجمال كده، حاجة بصوا عظمة. والطريقة بصراحة خيال. بصوا اللي جرب الطريقة دي بصراحة طريقة جميلة جدا.
يلا بقى لو وصلتوا معايا لغايه كده ما تنسوش بقى تشجيعكم ليا واللايك الجميل كده عشان قناتي تكبر بيكم اهو. وهنكمل بقى رص المحشي بتاعنا في الحله كده. طبعا انت لو عندك عزومه ومش عايزه تستهلكي طبعا تختصري الوقت على نفسك وتعملي حاجه طبعا تشرفك قدام ضيوفك وما هتاخدش وقت طبعا، ولا طبعا غسيل مواعين كتير وحاجات من دي. بصوا وهتبقى طعمها ما اقولكوش خيال. شايفين بقى بعد ما حشينا الفرخة بتاعتنا بالمحشي هنرص طبعا المحشي حواليها كده اهو. شايفين؟ بصوا بالطريقة بقى اللي انتوا عايزينها والطريقة اللي انتوا بتحبوها. طبعا عايزين تحطوا مثلا ورق الخس او اي محشي طبعا عندكم متوفر، فلفل طبعا، اي حاجة اي حاجة طبعا هتحطوها هتبقى ماشية كده شغالة ومش هتقولكوا لا. انا بديكوا طبعا الفكرة وانتوا طبعا بتطبقوا اللي انتوا عايزين تعملوه. بس بصراحة الفكرة دي جميلة جدا. وكده هنخلص بقى رص. شوفوا شايفين بقى كده رصينا كده الحلة بتاعتنا ما شاء الله. شايفين شكل المحشي بقى والفرخة مرصوصة كده في الحلة. بصوا ايه الطريقة بصراحة خيال. يلا بقى صلوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام. وعايزاكم تنزلوا في التعليقات تقولوا لي ايه رأيكم ولو جربتوها. بصراحة الطريقة جميلة جدا. طبعا معانا الشوربة دي كده اهو هننزل بقى بيها على المحشي بتاعنا. الشوربة طبعا سخنة كده اهو، او المرقة طبعا اللي موجودة عندكم اللي انتوا بتسقوا بيها المحشي. بس انا كان عندي شوربة بقى. طبعا الشوربة بتبقى طعمها حلو طبعا كده في المحشي وبتفرق طبعا في الطعم. بس احنا طبعا حاطين الفرخة في المحشي فالطعم برضو هيبقى جميل اهو. اللهم بارك. بصوا شايفين حاجة كده وهم. خلاص كده بقى نزلنا بالكمية بتاعة الشوربة اهو. طبعا هنهز الحلة كده عشان خاطر الشوربة تنزل. بصوا للحلة كده من تحت وتبقى كده ما هياش محتاجة يعني. هنعمل القعد بتاعها مظبوط اهو. دي كده بقى المحشي بتاعنا. شايفين بقى المحشي بتاعنا بعد ما استوى حطيناه طبعا كده على البوتاجاز. شايفين الشكل؟ شوفوا شكل بقى الحلة تحفة كده. بقى هنقلب الحلة بتاعتنا. معانا صينية بالشكل ده كده اهو. هنشوف بقى التحفة الفنية اللي احنا عملناها كده وهنشوف ايه الطريقة عاملة ازاي كده. ما شاء الله اللهم بارك. كده قلبنا الحلة بتاعتنا بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. يا ترى بقى الحلة بتاعتنا هتبقى عاملة ازاي؟ ما شاء الله. شايفين؟ ما شاء الله الله اكبر. شايفين الجمال؟ شايفين بقى شكل المحشي طبعا واخد اللون اهو. شايفين المحشي اللي هو في الاول ده واخد اللون الذهبي الجميل كده. وشايفين منظر الفرخة اللهم بارك تحفة. شايفين الطريقة بصراحة وكل صابع محشي كده مش لازق في التاني. وشكل المحشي بصراحة تحفة حاجة خطيرة كده. بصوا لو جربتوا الطريقة دي بصراحة هتدمنوها طبعا ومش هتستهلكوا معاكوا اي زي ما انا قلتلكم اي حاجة. ولو عندك عزومة هتخلصي بسرعة. شايفين الفراخ طبعا مستوية ازاي وشكل المحشي طبعا عامل ازاي اهو. ما شاء الله. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اوريكم الفراخ بقى مستوية ازاي. بس طبعا الفراخ لسه سخنة والمحشي لسه نازلين من على النار. شايفين البخار بقى. طعم المحشي والله يا جماعة ما اقولكوش وهم حاجة كده خيال. والفرخة بتاعتنا شايفين مستوية ازاي وهي لسه سخنة اهو. شايفين واللحم بتاعها ابيض وجميل ازاي.
بصراحة الطريقة دي بصراحة جميلة جدا. اهو شفتوا اللحمة بقى بتاع الفراخ مستوية كده ودايبة كده دوب. يلا اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، يا رب الفيديو بتاعي يكون نال اعجابكم. اشوفكم على خير، مع السلامة.